في العادة لما بنخاف من الغدر عينينا بتروح بره، بنشك في الصحاب، في الجيران، في المنافسين في الشغل. بس عمرك فكرت إن العدو الحقيقي، الشخص اللي ممكن ينهي حياتك وهو بيتبسم في وشك، يكون هو نفس الشخص اللي بتنام وتصحي تدعيله، الشخص اللي فاكره سندك وظهرك في الدنيا؟ الحكاية دي مش مجرد قصة، دي تشريح للظلم لما يلبس قناع الحب، وللفضول لما يتحول من مجرد رغبة في المعرفة لمشرط جراحي يقطع أحشاء العيلة كلها. اسمعوا القصة دي للآخر عشان تفهموا إن ساعات الجهل بيبقى رحمة، والفضول ممكن يفتح عليك أبواب جهنم. الجزء الأول، وهم التضحية وشرارة الشك. بدأت الحكاية من 15 سنة لما حازم صحي الصبح على صراخ وصوت عياط مالي البيت. في اليوم ده حازم اللي كان عنده 12 سنة خسر أبوه وأمه في حادث عربية مروعة على طريق الإسكندرية الصحراوي. من اللحظة دي ما بقاش ليه في الدنيا غير أخوه الكبير طارق اللي كان عنده وقتها ب 24 سنة. طارق ما كانش مجرد أخ، طارق متمثل فيه دور الأب والأم والسند. اتقال لحازم وقتها إن الأب مات ومديون، وإن المصنع الصغير اللي كان يملكه اتقفل عشان يسددوا ديونه، وإنهم ما بقاش حيلتهم غير الشقة القديمة اللي عايشين فيها. كان طارق دايما يقول له حازم والدموع في عينه: يا حازم أنا ضحيت بشبابي ورفضت أتجوز، واشتغلت في النهار والليل في المحلات والشركات عشان بس أقدر أعلمك وأكبرك وتوقف على رجليك. أنا ملكش غيري وإنت ما ملكش غيري. كبر حازم وهو بيعبد التراب اللي بيمشي عليه طارق. كان بيشوف أخوه وهو بيتبهدل عشان يدفع لمصاريف جامعة الهندسة. كان حازم حاسس دايما بزمد وجميل كبير جدا فوق كتافه لطارق. لما حازم تخرج واشتغل في شركة مقاولات كبيرة كان بياخد مرتبة ويديه لطارق وهو بيقوله: ده جزء صغير من حقك عليا يا أخويا. الليلة المشؤومة وبداية الفضول. في يوم من الأيام طارق سافر لشغلانة في بورسعيد وهيقعد هناك أسبوع. حازم كان بيدور في البيت على ورق قديم يخص شهادة ميلاده الكمبيوتر عشان يجدد الباسبورت بتاعه. دور في كل مكان لحد ما افتكر إن في أوضة الكراكيب القديمة اللي فوق السطوح دولاب خشبي قديم جدا بتاع أبوهم الله يرحمه. طارق كان دايما قافله بقفل حديد كبير، وبيقول إن فيه ذكريات أبوهم وأمهم والحاجات اللي بتوجع قلبه لو شافها. هنا حازم لقى في درج مكتب طارق المفتاح القديم. في اللحظة دي الفضول بدأ يشتغل في عقله زي السم. ليه الدولاب ده مقفول بقاله 15 سنة؟ طارق دايما بيتوتر لو حازم قرب من الأوضة دي بالذات. ليه؟ هل فعلا هي مجرد صور وذكريات بتوجع القلب، ولا في حاجة تانية؟ الفضول عند حازم ما كانش مجرد رغبة عادية، كان فضول قاتل. إحساس غريب جواه بيقوله إن في حلقة مفقودة في تاريخ عيلتهم. طلع حازم السطوح، الدنيا كانت ضلمة وحسيس الهوا يخوف. حط المفتاح في القفل صدى وفتح بصوت تزييق مرعب. صندوق الأسرار الأسود. فتح الدولاب، ملقاش صور ولا ذكريات. لقى في قاع الدولاب صندوق حديد تقيل جدا من الصناديق اللي بتتقفل برقم سري ومفتاح. ولحسن حظ حازم أو لسوء حظه الرقم السري كان تاريخ ميلاد أمه، وده رقم حازم حافظه زي اسمه. جرب الرقم ولف المفتاح، الصندوق فتح. جواز صندوق. كانت الصدمة اللي شلت حازم مكانه. ما كانش في ديون، ما كانش في فقر، عقود ملكية. لقى عقود ملكية أصلية باسم أبوه ل3 عمارات في مناطق راقية بالقاهرة، وعقد المصنع الكبير اللي طارق قال إنه اتقفل للديون. كاشف حساب بنكي، كاشف حساب قديم بتاريخ وفاة أبوهم في ملايين الجنيهات، وبجوار توكيل رسمي عام وشامل من الأب لطارق. اتعمل قبل الوفاة بشهر واحد بس بسبب مرض الأب المفاجئ. أوراق التنازل المزورة. الصدمة الأكبر كانت ورق تنازل من حازم لما كان قاصر لطارق عن كل ورقة بصمة وتوقيع مزورين بطريقة احترافية، ومختوم بخاتم محامي صديق شخصي لطارق. حازم قعد على الأرض. الأكسجين انسحب من الأوضة. أخوه، حبيبه، أبوه البديل، الشخص اللي كان بيبكي وهو بيقوله أنا بشتغل ليل ونهار عشان لقمة عيشك، هو نفسه الشخص اللي سرق حقه، اللي عاش في دور الشهيد والضحية عشان يفضل حازم حاسس بالذنب ومستعبد ليه طول العمر. طارق كان بياخد الفلوس من شركات أبوه اللي مشغلها بأسماء ناس تانية، وبيعمل ثروة مرعبة، ومقعد أخوه في شقة قديمة، وبيديله فتات وبيمن عليه بيه. الجزء التاني، وجه الخيانة والانتقام المر. حازم منهارش، أو بمعنى أصح الصدمة كانت أكبر من إنه يعيط. الصدمة حولته لكتلة من الثلج والذكاء الحاد. فضوله ما كانش انتهى، بالعكس الفضول زاد وبقى عايز يعرف ليه طارق عمل كده، وهل الخيانة وقفت بس عند الفلوس والورث. قرر حازم يلعب نفس اللعبة. رجع كل حاجة مكانها، قفل الصندوق والدولاب ونزل شقته.
لما طارق رجع من السفر حازم استقبله بالإحضان والابتسامة المعتادة، لكن عين حازم كانت بتراقب كل حركاته وسكناته. بقى يشوف في وش أخوه قناع شيطاني. رحلة البحث ورا الحقيقة البشعة. بدأ حازم رحلة بحث سرية مستعينا بفضوله وذكائه. راح للمحامي القديم اللي ختم الورق، وبطريقة ذكية وتحت تهديد بفضحه ورفع قضية تزوير هتهدم مستقبله. المحامي انهار واعترف بكل حاجة، بس الاعتراف ما كانش عن الفلوس بس. المحامي قال كلمة خلت دم حازم يتجمد في عروقه. يا حازم، أخوك طارق ما كانش عايز الفلوس بس. طارق كان بيكره أبوك لأنه كان دايما بيفضلك عليه ويقول إنك الأذكى والأقرب لقلبه. طارق هو اللي لعب في فرام العربية أبوك وأمك قبل السفرية المشؤومة دي. الحادثة ما كانش قضاء وقدر، طارق هو اللي قتلهم. هنا الظلم وصل لمرحلة تفوق قدرة البشر على التحمل. طارق مش بس حرامي وخائن، طارق قاتل. قتل أبوهم وأمهم وسرق الفلوس وعاش 15 سنة بيمثل دور القداسة لكي هم أخوه الصغير، وحرم أخوه من كل مباهج الحياة باسم الفقر والديون. خطة الإسقاط العظيم. حازم ما أبلغش البوليس فورا. لو أبلغ طارق بمحامينه وفلوسه المليارية كان ممكن يطلع منها، وقضية القتل فات عليها 15 سنة والأدلة ضاعت. حازم قرر يخليه يموت بالبطيء، يخليه يذوق طعم الظلم والكسرة اللي عاشها. استغل حازم ان طارق بيفق فيه عميان. في يوم حازم راح لطارق وقال له: يا اخويا، انا لقيت فرصة استثمارية مرعبة. شركة مقاولات كبيرة معروضة للبيع وصاحبها مزنوق في فلوس. لو اشتريناها بأسمنا هنبقى في حتة تانية، بس محتاجة تمويل ضخم. طارق بطمعه وجشعه اللي كبروا مع الأيام بدأ لعابه يسيل. حازم قاله: أنا هظبط كل الأوراق قانونيا. وطبعا طارق عشان يدخل في الصفقة كان لازم يسيل الفلوس والأصول اللي مخبيها بأسماء شركات وهمية. حازم بمساعدة المحامي الطيب ومجموعه من أصدقائه المخلصين في مجال الحسابات والقانون عملوا فخ مرعب. كل الأوراق اللي طارق وقع عليها عشان يدخل الصفقة كانت في الحقيقة تنازلات رسمية موثقة بإعادة كل الأملاك والعمارات والمصنع والأموال السائلة لاسم حازم بناء على رد الحقوق لأصحابها والتزوير السابق. قضايا كسب غير مشروع وشيكات بدون رصيد. حازم خلى طارق يقع على شيكات كضمانة وهمية. الشيكات دي كفيلة بسجن بقية حياته. المواجهة الأخيرة سقوط القناع. في ليلة باردة زي الليلة اللي حازم فتح فيها الدولاب، قعد حازم في صالة الشقة القديمة وولع النور كله. طارق دخل البيت وهو مبسوط وبيقول: خلاص يا حازم، الصفقة تمت، بقيت أنا وأنت ملوك السوق. حازم رمى على الترابيزة الصندوق الحديد القديم وفوقيه ملف الأوراق الجديد. طارق أول ما شاف الصندوق وشه بقى بلون التراب ورجله مشلتاه. حازم اتكلم بصوت هادي ومخيف: الصفقة تمت يا طارق، بس مش سوق المقاولات، صفقة الحساب. 15 سنة وأنا ببوس إيدك عشان بتديني مصروفي، 15 سنة وأنا فاكرك بطل وضحيت بعمرك عشاني، وانت في الحقيقة قتلت أبويا وأمية وسرقتني وعايشتني في ديل الوهم. طارق حاول يتكلم، حاول يصرخ، حاول يمثل دور الأخ المظلوم تاني، لكن حازم طلع له تليفونه وشغل تسجيل صوتي للمحامي وهو بيعترف بكل حاجة بالتفصيل، ومعاه عقود الملكية الجديدة اللي بتمشي طارق من كل حاجة وهو شحات. طارق وقع على ركبه وهو بيبكي، بس المرة دي دموع خوف مش تمثيل. ارحمني يا حازم، أنا أخوك الكبير، أنا اللي ربيتك. حازم بصله بنظر مليانة قرف وعدم مبالاة وقال: أنت مش أخويا، أنت الكابوس اللي صحيت منه. أنا مش هقتلك لأن القتل رحمة، أنا هسيبك للدنيا تفرمكك من غير فلوس، من غير شرف، ومن غير عيلة. في اللحظة دي الباب اتفتح ودخل رجال الشرطة ومعاهم أمر ضبط وإحضار لطارق بتهم التزوير والنصب وشيكات بملايين الجنيهات وإعادة فتح التحقيق في حادثة وفاة الزوجين. بناء على الاعترافات الجديدة خرج طارق بالكلبشات وهو بيصرخ ويبص لأخوه، وحازم واقف مكانه ما بيتحركش. الظلم اللي عاشه 15 سنة انزاح في ليلة واحدة، والفضل كله يرجع للحظة فضول. لحظة فضول خلت حازم يفتح صندوق خشبي قديم عشان يكتشف إن أقرب الناس ليه كان مخبي عنه أبشع سر ممكن يتخيله بشر.